مساء الخير حبايبي، شلونكم؟ رجعنا لكم بفيديو جديد. واليوم حبيت اشوفكم الفيديو مالتي من الظهر، وحبيت اشكر كل متابعيني على التعليقات الحلوة. وحبايب لا تبخلون علي باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس حتى يجيكم كل جديد. بنات انا حاطة هسه على الفاصوليا على النار. حبيت اشارككم اليوم الغدا وياكم، لان انا تريقت ونظفت البيت. هسه رمت عندي راس بصل والفاصوليا واللحم على النار. جيت بنات هنا اركبها وياكم. هنا ضفت الزيت بنات، وراح اضيف البصل واحمسه. طبعا هي ما يراد لها علم الذرة الفاصوليا، كلها تعرفوا انتن كلشن شاطرات، بس حبيت اشوفكم طريقتي اني بالفاصوليا. هنا بنات ضفت اللحم وضفت البصل. من ينحمسن كل زين اضيف المعجون، وهم احمس المعجون حتى تطلع ريحته وما يضل بيه ريحة المعجون. انتو شايفين الريحة من تظل بالمرقة مو طيبة، فنحمسه كله زين بالدهن حتى تطلع عندنا المرقة طيبة. هنا ضفت الفاصولية، وراح اضيف لها مي واخليها. اليوم حبايب حبيت اسوي لكم كيكة. جابولي عجينة السكر يعني صاغة، وجابولي صوص هم مال كيك ومال موطة، يعني يصير يعني نفس الوقت. فاني الكيك انا اقول لكم زينة بالكيك، ها مو زينة، بس حبيت اشوف عجينة السكر شلون تصير. وراح تشوفون الطريقة كلها وياي. ما بنات سويت برياني. طبعا بنات هسه تقولون البارحة سويت برياني، واليوم هم رادوا وقالوا البرياني البارحة طيب، واليوم هم سويت لهم ويا الفاصوليا. صدق بنات البرياني طيب ويا الفاصوليا. فسويت البارحة برياني، شفت انتو البارحة الفيديو، وهسه اليوم هم سويت لهم برياني. بس بنات شوف شلون صار، ما اقول لكم على الريحة. هنا بنات بديت أصب الغداء، هذا البرياني والفاصوليا، وسوينا زلاطة شفتوها. بنات هواي يدخلوا لي يقولوا ليش تسوين التمن بزل. التمن بزل بنات كلش طيب، ويصير التمن ريش، يعني عبال هو خفيف يصير، يعني مو ثقيل على المعدة. وهاي الفاصوليا مالتنا، وسهمكم العافية إن شاء الله. وهذا غدانا يا ربي، إن شاء الله يا رب عجبكم غدانا وعجبكم الفيديو. هسه بنات راح أسوي وياكم راح أسوي هاي الكيكة وياكم. خلطتها أني بس ما صورتها بنات. انتوا لا تعيبون علي بنات، يعني أنا أستحق أسوي مشروع مال كيك، بس والله بنات الله يساعد لي يسوون كيك، يعني صعب، يعني كواحدة مبتدئة يعني صعب الكيك. يعني من فردتها وسويت العجينة. هسه تشوفون التصوير، باقي التصوير هنا بنات. عندي طلعت هي هالكيكة، وراح اخليها تبرد فد ساعة، واجي ازينها وياكم. بس ماكو صارت هشة. عندي هذا ظرفين كريمة الشانتي بنات. على كل ظرف راح اخلي قلاص صغير مي بارد. هذا واحد، والثاني هم راح اضيفه واخلطها بنات، اخلطها بالخفاقة. انا مسوية بنات هواي كيك بالكريمة، بس يعني عجينة السكر قلت لكم جتنا يعني صوغة، وقلت خلينا نجربها.
هنا بقى بنات شلون صارت. هسه هذا قوامها. سخنت عندي، وهذا عندي الصوص اللي قلت لكم، هذا مال شوكليت وهذا مال فراولة، هم راح اضيف وياها. هسه هنا راح اجي اقص الكيكة. طبعا بنات انقصت بس هي كلش هشة بقى، وكلش يعني هشة، سويتها على 3 طبقات. هسه راح اضيف الكريمة هنا وياكم. بنات مو تعيبون علي، اني اول مرة اسوي هيك شغلات. اسوي كيك على طول انا بالبيت وكيكتي طيبة، بس مال طبقات واحط العجينة السكر هاي شوية صعبة. هسه راح اضيف صوص مال الفراولة. وراح اخلي طبقة ثانية مالت الكيك، وهاي همين خليت كريمة. هاي هنا بنات راح اوزعها هنا كل زين. وهاي اخر طبقة. هاي بعدين بنات لا تشوفوها معوجة، بعدين كل هذا يتعدل. هسه راح اعدلها وياكم وارجع. هاي بعد ما كملتها بنات راح اخليها بالثلاجة تجمد لحتى اخلي لها عجينة السكر. هاي عندي عجينة السكر بقى بنات، جتني صاغة، يمكن جابولي 3 علب. هاي اول مرة اني يعني اشتغل بيها، ما اعرف اشتغل بيها، فطلعتها طلعت جامدة كلش عندي، لين خلتها بالثلاجة. فما قدرت يعني افردها، ما قدرت، قوية كلش. بعدين جبت السكينة بنات وقمت اقطع شوي شوية، وبعدين اجنتها بيدي، وبعدين فردتها بالشيبق. وهاي اللمسات الأخيرة بنات، بس مو تعيبون علي. هاي أنا أول مرة يعني أنا أسوي عجينة السكر، بس شوفوا شكلها شلون طلعت. وهنا بعد ما بردت بنات جينا نقصها، وطعمها والله بنات كلش طيب. حبايب، لهنا يخلص الفيديو، لا تنسوني باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. مع ألف سلامة.